كان العصر المملوكي دايما عصر بلا قلب. معرفش ليه الإعلام كان دايما بيصر على إن هو يقدمه لنا بصورة رومانتيكية جميلة وسلامة وجهاد ومعرفش إيه. كان أكتر العصور قسوة وغلظة للقلوب، ومن أقسى السلاطين اللي جم على مصر كان السلطان مؤيد شيخ. الراجل ده ما كانش له مثيل في تحجر القلب ولا القساوة ولا غلظة النفس. ما حدش شاف له مثيل قبل كده خالص في التاريخ كله، لدرجة ان من كتر حبه في كرسي السلطان قتل ابنه بمنتهى الهدوء وبدم بارد تماما. ابنه ابراهيم كان حرفيا بطل، قضى حياته كلها في خدمة الجيش والعساكر ووالده ومصر والعدالة. ولكن لان اللي زي ابراهيم ملهمش مكان في زمن المماليك، كان السلطان مؤيد شيخ ابتدى يتعب شوية، وفي نفس الوقت كان ابراهيم هو الاقرب للجنود، وابتدوا العسكر او الجنود قلوبهم تميل لابراهيم لان هو القائد بتاعهم وقدوتهم. وهنا جت دور الفتنة، جه الشيطان اللي بيحط التاتش بتاعه. جه القاضي ناصر الدين بن البرزي راح قال للسلطان مؤيد شيخ العسكر يميل قلبهم الى سيدي ابراهيم وسيولونه الحكم. بمنتهى الهدوء وبدون اي تردد امر السلطان مؤيد شيخ بقتل ابنه عن طريق ان هو استضافه وقدم له قطعة من الحلوى مليانة سم. يا دوبك ابراهيم كلها واتكل على الله. بعدها بجمعة طلع القاضي ناصر الدين في الخطبة بتاعت صلاة الجمعة، وابتدى من أول الخطبة الأخيرها يعيط وينفي الاتهام عن السلطان بتاعه المؤيد شيخ، بعد ما انتشرت الإشاعة بين الناس إنه السلطان قتل ابنه علشان خاطر العرش. وفضل يبكي ويقول في محاسن وإيجابيات إبراهيم الله يرحمه، لدرجة إن كل الناس قلبها اتقطع وبقت تعيط. وقال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الشهير: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويعيط ويبكي على إبراهيم ويولول كمان، لحد ما سمعوا السلطان مؤيد شيخ وبقى واقف يكلم نفسه وهو بيسمع ناصر الدين، وكلم روحه وقال: يغريني على ولدي حتى أقتله ثم يقطع قلبي ندما عليه. فما كان منه إلا أنه بعد انتهاء الخطبة نده ناصر الدين وعزمه على سلطانية سكر كبيرة، شكر منه على أنه هو قال خطبة جميلة في حق ابنه وفي حقه. وكان القاضي أكيل، لحس السكر وكل كل اللي في الطبق، ويدوبك روح البيت قعد شوية مع أهله ومات. كان السكر مسموم يا ناصر، زي ما كانت كل حاجة مسمومة. القلوب كانت مسمومة، أو يمكن كان زمن من غير قلب زي ما قال لنا التاريخ. ويبقى التاريخ هو الحكاية، والحكاية بين الشوارع والجدران.